السلام عليكم ورحمة الله. الحديث عن إيران يجرنا بالضرورة للحديث عن الوضع الداخلي ديال هذه الدولة. فالأشهر القليلة الماضية كانت إيران كتعيش على وقع واحد الموجة من الاحتجاجات اللي كانت اندلعت خصوصا في سبتمبر من العام الماضي. موراها كانت أحكام كما هو معروف في إيران بالإعدامات، وأعدم 4 أشخاص. وهاد الحركات الاحتجاجية كانت إطار المطالبة بالعيش الكريم ومجموعة من المطالب الأخرى. تمكنت مباشرة مور هاد الوضع إيران قيادتها حكومتها باش تصرف النظر وتحول الانتباه نتاعها وللرأي العام لأهداف أخرى اللي كانت وضعها على جدول الأعمال ديالها. إيران شأنها شأن الجزائر، دائما كتحاول تقلب على شي مش جاب تعلق عليه الأزمات الداخلية ديالها. من بين هاد المسائل اللي تراهن عليها إيران أنها خصها توسع النفوذ نتاعها في مجموعة نتاع المناطق اللي كتعتبرها جيوستراتيجية، ومن أهم هاد المناطق المنطقة المغاربية. كتنوي إيران باش تولي قوة في المنطقة المغاربية، وهذا لن يتأتى لها إلا عبر بوابة جمهورية الوهم ديال جبهة البوليزاريو، من خلال نشر القوات نتاع الحرس الثوري في موريتانيا. هذا الوضع كشفوا تقرير لصحيفة أتالايار الإسبانية الواسعة الانتشار، وحسب هذا التقرير فإن الحركة نتاع آية الله تقلق المغرب، حيث لا يبدو بأن الأزمة الدبلوماسية بين الرباط والجزائر عندها حل وقريب للانفراج نتاعها. يبدو أن أمد هذا الوضع حسب هذه الصحيفة غادي يطول. المسألة نتاع الصحراء تشكل واحد الخط أحمر ما بين الدولتين. في ظل هذا الوضع إيران كتسعى أنها تستفد من الدعم نتاعها الجزائر بقيادة عبد المجيد تبون. هذا الوضع اللي يخلي إيران تضغط على المغرب بطريقتها. هذا المصدر نتاع هذه الجريدة أو هذا الموقع يضيف بأن زيادة الوجود العسكري الإيراني في موريتانيا هو مثال آخر على الدعم اللي كتحاول تقدمه إيران للجزائر. إيران تقدم دعما للجزائر من خلال دعمها للبوليزاريو، والحرس الثوري عنده تعليمات باش يوسع النشاط نتاعو في مجموعة من الدول الإفريقية، كتبقى موريتانيا أهم هاد الدول. كان هاد المسألة نتاع الحرس الثوري كيسعى أنه يوسع النفوذ نتاعو والأنشطة نتاعو حتى في السنغال، وبالفعل السنغال كتشهد واحد الموجة نتاع التشييع ونتاع التواجد الإيراني على التراب نتاعها. وفي نفس السياق كيعتزم الفيلق نتاع القدس اللي هو الجناح العسكري نتاع حركة الجهاد الإسلامي باش يعزز العلاقات مع البوليزاريو. يعتقد المراقبون بأن موريتانيا هي على رأس القائمة نتاع الأولويات نتاع الحكومة الإيرانية. إيران كتراهن بزاف على موريتانيا وكتعتبرها منفذ
للمغرب، ومنفذ باش تسلح البوليزاريو لكي تؤثر بعد ذلك على المغرب وتضغط عليه، كما كتراهن الجزائر على ورقة البوليزاريو نفس الشكل بالنسبة لإيران. إيران كما قلنا كتسعى الدخول من هذه البوابة، ولكن حسب المتتبعين بأن النظام الموريتاني سوف لن ينجر لشي مسألة اللي ما عندوش الربح فيها، ليس في صالحه أن ينجر وسط هاد الموجة نتاع التشييع اللي كتحاول تستغلو من خلالها إيران كورقة. دائما وفي نفس السياق هاد الصحيفة دائما الإسبانية قالت بلي أن المغرب كواحد من القيادات نتاع المنطقة لا يخشى توسع القوات الإيرانية فحسب، بل حتى الأفكار المتطرفة تخيف المغرب. النية نتاع إيران في نشر المذهب الشيعي في شمال إفريقيا وفرض الرؤية نتاعها من بين ما يقلق المغرب، ومن ثم تضيف الجريدة بلي أن الرباط عندها قلق مزدوج، تحاول مواجهة النفوذ الديني لإيران من خلال مواجهة كل نشاط إيراني. هذا التقرير ختم بأن اتجاه الجزائر واضح جدا، إيران تصبح حليف قوي للجزائريين، وهم يعمقون العلاقات نتاعهم مع روسيا. مناورات أيضا منسقة في بشار مع قوات موسكو لا يمكن اعتبارها إلا بداية لما يتوقع أن يكون. هكذا الآن المغرب مجبر باش يواجه هذا الثالوث اللي بعد على الأقل في المرحلة راه واضح، متشكل من إيران بأذرعها العسكرية، من الجزائر، من روسيا، ويقول بعض الخبراء أنه من الممكن أن حتى جنوب إفريقيا تدخل على الخط ويحاولوا يضغطوا على المغرب ويضيقوا عليه الخناق. الإيجابي في هذا الوضع أن المغرب مستشعر لهذه اللعبة وهو ضارب على الحساب، ويسعى جاهدا لمحاصرة المد الشيعي في المنطقة. شكرا جزيلا.